رسميا شرطة مائلة استبعاد أكرد والزلزولي من مونديال 2026 واستدعاء سعدان والسباعي لتعويضهما في المنتخب المغربي. رسميا شرطة مائلة استبعاد أكرد والزلزولي من مونديال 2026 واستدعاء سعدان والسباعي لتعويضهما في المنتخب المغربي. حسم بشكل رسمي غياب الثنائي نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي عن قائمة المنتخب المغربي المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بعد تأكد عدم جاهزيتهما البدنية واستبعادهما من اللائحة النهائية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. في المقابل وجه محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي الدعوة لكل من المدافع مروان سعدان وأمين السباعي للالتحاق بقائمة أسود الأطلس لتعويض الغياب الاضطراري للثنائي المصاب أكرد والزلزولي. ويواجه الناخب الوطني محمد وهبي معطيات جديدة قبل أيام قليلة من انطلاق المنافسات، خاصة أن أكرد والزلزولي كانا من أبرز الأسماء المرشحة للعب أدوار أساسية داخل المجموعة خلال المونديال. وكانت الشكوك تحيط بمشاركة أكرد منذ فترة رغم ظهوره في بعض الحصص التدريبية الأخيرة، غير أن المدافع المغربي لم يتمكن من التعافي بشكل كامل من إصابة على مستوى عظم العانة والتي أبعدته عن الملاعب منذ مارس الماضي بعدما خضع لعملية جراحية عقب نهاية الموسم. في المقابل تعرض الزلزولي لإصابة على مستوى الركبة خلال المباراة الودية الأخيرة أمام النرويج، وهي الإصابة التي كانت تشير في البداية إلى غيابه لفترة قصيرة قبل أن تتأكد لاحقا صعوبة لحاقه بالمونديال. ويستهل المنتخب المغربي مشاركته في كأس العالم بمواجهة البرازيل يوم السبت القادم 23/00 جرينتش زائد 1 برسم الجولة الأولى من دور المجموعات.